مساء الخير. قبل كم يوم وصل لي مسج في مقالة للأخت خولة مطر، صائدو المناصب. كلام جميل، ولا واحد ما قاري والله يعني recommended تقرونه. فمسمي أنا اليوم سيشن شماعة التفاؤل والإيجابية. فكثير من الناس يتكلمون عن التفاؤل، والتفاؤل مهم والإيجابية مهمة، الواحد يكون إيجابي وواحد يكون متفائل. طبعا هذه كلنا يجب أن نكون متفائل، يجب أن نكون إيجابيين. ولكن التفاؤل لما واحد يقول لك والله خليك متفائل، بس انسى باقي الأشياء وخليك متفائل. صار له 30-40 سنة يقول لك خليك متفائل، وفي نفس الوقت يحط كل شيء تحت مثل ما يقولون under the carpet، يمشي يقول لك لا نتكلم في المواضيع وخلنا متفائلين وكل شيء بيصير اوكي، خلنا ايجابيين وكل شيء بيصير اوكي، بس لا نتكلم عن الامور هذه، لان لو استخدمتك كموضوع تروح للمستقبل صعب شلون. يعني يقول لك خليك مثلا، استخدم انه واحد من كبار المسؤولين يقول والله احنا فقط لازم نطلع حلول للمستقبل، ولكن عندنا خبرات لازم تكون خبرات اقتصادية إيجابية، منظور إيجابي، عندهم نظرة إيجابية. يعني اللي بيشتغلون في ذي عندهم نظرة إيجابية. هل يقصد نظرة إيجابية ننسى اللي حصل؟ لأن أنت ما تقدر كاقتصادي بدون ما تكون موضوعي. يجب أن تكون موضوعي، يجب أن لما تطالع قدام تطالع ورا، عشان تطالع قدام عشان تطلع حلول لازم تشوف ايش صار ورا. ما تقول والله لا انسى هذه كلها كان صح، بس بعد لازم نطلع حلول، بس هاي كان صح بس لا نتكلم فيه. هذول للاسف هذول هم جزء من صائدو المناصب، الناس المتملكين، الناس اللي بنوصلون. فانا يعني استغرب، ما عندي مشكله ان واحد يتكلم عن التفاؤل، ان يتكلم عن الايجابيه، هذه امور مهمه، ولكن لا ان فقط والله مسكه بوليس من طرف، اوكي، بس خلينا نكون يعني قدام نكون ايجابيين، نكون متفائلين وننسى الباقي. وطول سنينك عيش متفائل، عيش ايجابي، ولا تشوف اللي قدامك شيء غلط لا تقول لنا غلط، لازم تقول لنا صح حتى لو غلط، بس طالع قدام انت لازم تكون ايجابي، ولازم تطلع حلول ايجابيه ونظرتك ايجابيه للمستقبل. صراحه هذه امور يعني اذا بنمشي على هذا المنوال لن نصلح ولا نعدل امورنا، وبنكون احنا في محلك ساكت، اوكي، يعني في محلك سر وفي ساكت في نفس الوقت، مثل ما يقولون اخواننا السودانيين. فيجب ان نتفائل، يجب ان نكون ايجابيين، ولكن لا ناخذها من ناحيه فقط ان غمض وخليك متفائل، لا، خلي عينك مفتوحه للي صار واللي بيصير. ولما نتكلم احنا عن المشاكل لا نحمل، صحيح لا نحمل لا الحكومه المشاكل، لا نحمل. ليش انا احمل الحكومه مشاكلي العائليه؟ ليش انا احمل الحكومه مشاكلي الاجتماعيه؟ ليش انا احمل؟ وليش احمل الحكومه مشاكلي العمل شغلي انا؟ ليش احمل الحكومه؟ لكن الحاله العامه من الناحيه الاقتصاديه، من هو المسؤول عن هذه المشاكل؟ اذا في مشاكل، يعني في بعض يجي لك شخص مسؤول يقول لك والله عندنا مشاكل ولكن لا نحمل الحكومه هذه المشاكل. زين، تحمل مين المشاكل الاقتصاديه؟ من هو المسؤول عن المشاكل الاقتصاديه؟ فيجي نفس الشخص يقول لك والله نظره ايجاب، لازم يكون منظور نظره ايجابيه. نظره ايجابيه بدون ما انت تشتغل على المشاكل، تشوف ليش صارت المشاكل، ما تقدر تحل المشاكل، ما تقدر تروح قدام بدون ما انت تشوف شلون صارت المشاكل. انا ما اقول من ناحيه ان استفز افراد او شيء من القبيل، انا فقط اقول من ناحيه ان لا نضحك على انفسنا. احنا وصلنا في مرحله، وفي بعض يعني المسؤولين كبار يقولون، يعني واحد يشكرهم ان يقولون الكلام، ان في تشالنجز، في تحديات كبيره جدا قدامنا، ولكن معظم الناس تتقبل انه ما في كل شيء تمام، كل شيء ماشي اوكي، كل شيء ماشي اوكي. فتش ما بيعطونك ينزلون تصنيفك، موديز ما بينزلون تصنيفك، S&P ما بينزلون تصنيفك، ودينك العام ما يكون متزايد، في يعني رايح فوق فوق فوق. فالإنسان لما يتكلم عن التفاؤل والإيجابية يجب أن يكون في نفس الوقت يطالع المنظرة ويكون صادق مع نفسه لما يطلب من الناس أن يكونون متفائلين وإيجابيين، وليس يطلب من الناس عشان والله يكون هو صائد المناصب.
وشكرا.